ام هيرو عملت نفس المدرعه العسكريه برضه بس بشكل كاجوال شويه، الزوايا حاده برضه بس بشكل انعم شويه، وعاجبني قوي ان هم لسه محافظين على الهويه العسكريه برضه بس بتطور 2025. حتى بص، شد الاجزاء الكتريك سايد ستيب، والجديد بقى هنا ابواب شفط كمان. وبالرغم ان هي حولت شكل العربيه من جوه بس العزل افضل كمان من النسخه القديمه، ومع مواكبه التطور رشقت لك العربيه كلها كاميرات. شوف انت بقى هتحسبها 360 540 زي ما تحب. وعشان يعملوا كاميرا هنا عملوا لك هوايه متطعمه بلوجو ام هيرو من اشيك الحاجات اللي في العربيه. وعشان ما يفقدوش الهويه عملوا جنط عسكري برضه بس بشكل سبورت، بلاجن هايبرد برضه بس النسخه الجديده بتمشي 1300 كيلو، بطاريه 31.7 كيلو وات، موتور 1.5 تيربو، والمنظومه دي كلها بتطلع 677 حصان و848 نيوتن تورك. والجديد برضو ان هي نازله بنظام ليدار، والليدار ده بيقيس لك كل حاجه حوالين العربيه او حد طلع قدام العربيه بصوره ادق من الكاميرات العاديه، وفي كل التضاريس اللي ممكن تتعرض لها، مطره، برق، رعد، كل حاجه. ورغم انها دبابه من 0 ل 100 في 5 ثواني و2 من 10، ونظام اداس كامل من هواوي او واوي عشان الصينيين ما يزعلوش. الكونسول كله اتغير، وفتيس الطياره بقى بكره بس برضه 8 انظمه قياده. دي مش مرايه، دي كاميرا خلفيه، وزرار الانتظار هنا، وزرار طوارئ، ودول عشان لو هتطير، وعفشه مخصصه للاوف رود، وتقدر تتحكم في المود بتاعها. تكييف قوي جدا، وعندك الكراسي والطاره تسخين وتبريد. وعجباني قوي الكاميرات اللي متحسنه بالاي اي عشان تتفرج على الصوره اللي انت شايفها قدامك، وبرضه ممكن تخفي العربيه. انظمه امان كامله، وبقت على عد الايرباجات، وساوند سيستم من داين اوديو اروع ما يكون. شنطه خلفيه كبيره جدا، لو نيمت الكراسي اعتبرها توين هاوس. والعربيه دي ما فيهاش اي بلاستيك، واوبشنز تانية كتير جدا ومش هتلاقيها في الامارات غير عند الوان موتورز. بس السؤال هنا، العربيه دي لو نزلت مصر هيبقى ثمنها كام؟ قول لي بقى، حبيت النسخه الحربي القديمه ولا النسخه المودرن منها؟